مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نكشف لكم على تفاصيل جديدة وصادمة في قضية جوري التي هزت الرأي العام والجزائر. في هذا الفيديو نستعرض الحقائق التي تم تداولها بعدما قامت الجارة حول ما قامت به الجارة. شتو واش دارت الجارة هذيك للطفلة، وهي تفاصيل تقشعر لها الأبدان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولازم الدولة توقف مليح مليح باش تعرف واش كاين. الحمد لله الشرطة تاعنا قامت بالواجب. اروحوا تشوفوا تفاصيل وحقائق صادمة كما قلت لكم. ملابسات تورط الجارة وش صرا بالذات هذاك النهار، ردود الفعل تاع الشعب والجيران. اروحوا تشوفوا، اعطوني رايكم وقولوا لي واش رايكم. كي ولا الجار اللي ناكلوا عنده ونعيشوا معاه هو اللي يخدعنا، اللي ياكل ملحك هو اللي يخدعك. واش راح نديروا دركا مع غدر تاع الجيران؟ واش نامنوا واش نخلوا؟ نامنوا ليك خاش ولا نامنوا الديار ولا نامنوا الجيران ولا واش نامنوا واش نخلوا؟ روحوا تشوفوا واش قال بابات هذه الطفلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخالة صرحت، خالة الطفلة هذه صرحت وقالت بعد التصريحات. روحوا تشوفوا. والأم تاعها كان ثاني هدرت. هذه الجارة قالت لك كانت تكسب في الطفيلة هذه وتمدلها تشري لها واش تحب، والطفلة تحبها. راحوا في العيد عند العائلة تاعهم ومعا ولاو قالت الطفلة نروح عند جارتنا هذه اللي تحبها، خاطر اي حاجه يتقاسموها. قالت لك الى الراجل يهدر قال لك الى طيبنا العشاء نتقاسموه، والى طيبنا الكاطو نتقاسموه، الى درنا خبزه موسكوتشو راحين نتقاسموها مع جارتنا هذه. قال لك يتبادلوا اي حاجه اي حاجه نطيبوها نتبادلوها مع بعضنا، هي تطيب وتجيب لنا. قالت لك العشيه قالت لماماها خليني نروح عندها. دخلت، لا حول ولا قوة إلا، دخلت لعبت شوية هكذا. قالوا لها الناس أرواحي ناضوا يعيطوا الناس، الباب مغلوقة هي. عيطوا الناس قالوا لهم هبطوا الطفلة تاعكم راها طايحة برا. قال لك ضربتها بالرزامة راسها. الرزام هذا هو هذيك الحاجة اللي يدقوا بها تاع المهرس، الرزامة تاع الحديد، اسمها رزامة تاع الحديد. قال لك زرقت لها لحمها وضربتها ونحت لها ضفاير اللي كان دايرتهم، كان دايره ضفاير ظافرة في شعرها، فتحت لها ضفاير تاوعها. قالت لك باش ما يبانش الاثر في الرقبات تاعها. قالت لك ما على بالناش الا دات لها الدم تاعها ولا وشدت لها من الجسم تاعها، وش نحت لها من عند راسها ورمتها في الدرجة الأخيرة. يسمى مثلت عليهم المرأة هذه تسكن في الطابق الأرضي. الجارة مثلت عليهم كي شغل راها الطفلة جات طالعة وطاحت. المهم هزها باباها قال لك كي هزيتها بعيد الشر عليكم شغل رمانة مفرقعة، قال لك راسها مطرطق والدم يخرج منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أكيد داوها للمستشفى. الطبيبة مع شافتها عرفت الحالة تاع الوفاة وشنو هي السبب تاعها، وقالت لهم باللي ماهيش وفاة طبيعية، هذه بفعل فاعل ولازم يكتشفوا هذا الفاعل وشكون. المهم قالت لهم ما تمسوهاش حتى تجي الطبيبة الأخرى وتجي الشرطة العلمية ويهزوا ويشوفوا وش لازم. غدرت الملايكة وغدرت طفيلة صغيرة وحرقتها وحرقت قلب يماها وبابها. الله يحرق قلبها إن شاء الله، هذه ما هيش في عقلها. المهم الفرقة تاع الشرطة جاو 4 فرق تاع الشرطة، 4 مجموعات تاع الشرطة العلمية. داروا التحاليل، داروا ماشي التحاليل، ألقوا الضوء على وش صار في الدروج وش صار في الغيتشوسي. ولكن جاتهم الفكرة أنهم ماشي جاتهم لازم يدخلوا عند الجيران ويشوفوا وش صرا. قالت لك المرأة هذه ما خلتهمش يدخلوا لدارها وما خلتهمش يحوسوا لها دارها، لكن كانوا لازم يدخلوا. الآثار تاع الدماء بعيد الشر في الأرض، في الجدار، في الحمام تاعها. هي بلاك قامت بالعملية هذه في الدوش تاعها والله ما على بالناش اسكو راجلها معاها ماشي معاها، ولادها معاها ماشي معاها. الأثر تاع الدماء في الجدران وفي الكادر. يسمى بالك كي كانت تضرب فيها وكانت تخبط فيها كان الدم تاعها يطرش. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم تقول الخالة حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت لكم ما تزيدوش علينا وتقولوا باللي راكم نتوما اللي قتلتوها وباللي علاه تشكوا في الجاره. قالت لك بعض التعليقات قالوا لها ما تشكيش في الجاره وتقولي الجاره هي اللي قتلتها خاطر ما عندكش دليل، وخلي الشرطه تخدم الخدمه تاعها. الناس وش راهم يهضروا؟ قال لك القصه هذه على الاحساب الاقوال تاع الناس على جل السحر والشعوذه.
نحت لها شعرها ونحت لها شيء من راسها، أكيد راح دير بيهم كاش سحر. ما على بالناش واش راح دير بيهم. قالك الامرأة هذه الجارة ما تبانش باللي غريبة، وما تبان إنسانة سوية لاباس عليها، ما تبانش باللي راح تقتلنا بنتنا بهذه الطريقة. الشرطة راها قايمة بالتحقيقات، يديروا الواجب تاعهم، يديروا التحقيقات تاعهم. المرأة قرت قالت درت هاك ودرت هاك ودرت هاك، ما خلتهمش يحوسوا في دارها لأنهم قالت بالك ما يفيقوش بيا، لكن في الليل اعترفت بكلش للشرطة. الطريقة البشعة هذه تفسخ القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي بعد علينا. دركا ماشي سهلة نخلو وليداتنا حتى واحد، دركا باباك ويماك وما تمنيهمش، ما تقوليش ايه الأقربون، ايه درك الوقت اللي ولينا فيه